السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكا. فضلا وليس أمرا يعمل لايك وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بطلب من إخواتي كل الناس اللي ما اشتركتش في القناة تخش تشترك، وكل اللي مش متابعني أنت فوق دماغي، وكل اللي مش مشترك أنت فوق راسي. دلوقتي إحنا شكلنا داخلين على موسم مرعب. شكلنا كده هنشوف كرة ممتعة السنة الجاية، هنشوف نظام جديد. كل الفرق بتدعم وكل الفرق بتقوي نفسها عشان السنة الجاية بقى اللي عايز ياخد الكاس مصر، واللي عايز يلعب في السوبر المصري، واللي عايز يلعب افريقيا. كل ده هنشوفه مع بداية الموسم، مع الصفقات الجديدة كمان اللي بيعملها الاهلي وبيراميدز والزمالك. هنشوف حاجات جديدة جدا في الدوري المصري. دوري نايل شكله هيبقى ممتع السنة الجاية. هو ده اللي كل جمهور الكرة المصرية مستنياه. كل اهلاوي زملكاوي مصراوي اسماعيلاوي، اي واحد بيحب الكرة مش هيفرق معاه يتمتع منين، مش هيفرق معاه عينه تتمتع فين. كل واحد مركز في فرقته، وكل واحد داخل معسكر مغلق. وزي ما انتم عارفين نادي الزمالك تعاقد مؤخرا مع احمد شريف، وخلاص قريب جدا من عمرو ناصر. الاثنين المهاجمين دول كانوا بيلعبوا في نادي فاركو. والنادي الاهلي خلص محمد شكري، وخلاص بيخلص اسد الحملاوي، وخلاص قرب من التعاقد، ولا خلاص تقريبا شبه خلصت كمان ياسين مرعي. 5 سنين. النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز السنه الجايه هيبقوا حاله خاصه. بيراميدز كمان هيتعاقد مع الهداف بتاع مازيمبي الغاني، وتعاقد مع المدافع من الوداد المغربي. نادي بيراميدز مش هيستنى اي حاجه للاهلي والزمالك. اتفرج على دوري ممتع.